عرضت منصة واتش إت الحلقة العاشرة والأخيرة من مسلسل أقامة جبرية، بطولة هنا الزاهد بشخصية سلمى وصابرين، ومحمد الشرنوبي بشخصية موسى، حيث شهدت الحلقة مفاجآت وأحداثاً غير متوقعة، وذلك بعد اكتشاف حقيقة سلمى لكل من حولها. وشهدت الحلقة الأخيرة من المسلسل هروب سلمى إلى منزل أسرتها، وذلك بعدما اكتشف العديد من أبطال العمل حقيقتها، حيث التقت بصديقتها دينا بعد عثورها على أدلة تدين سلمى بقتل خطيبها السابق وزوجها الفنان أحمد حاتم، الذي قتل بداية الحلقة الأولى من أحداث المسلسل. وقامت سلمى بالهجوم على صديقتها أثناء تواجدهما معاً، وذلك بضربها واحتجازها في المنزل لعدم كشفها أمرها أو مكان اختبائها. وحاول موسى بالعديد من الطرق العثور على مكان تواجد سلمى التي هربت بعد قيامها بالعديد من الجرائم بسبب مرضها النفسي، حيث نجح في تحديد مكانها وقرر إبلاغ الشرطة على موقعها، وتم القبض عليها واحتجازها بقسم الشرطة. وانتهت أحداث الحلقة العاشرة والأخيرة على مشهد وجود سلمى في حبس انفرادي، حيث انهارت من البكاء ولم تتحمل تواجدها داخل الزنزانة. اتفرجوا على الحلقة بقى.